ناس كتير بتسألني هو انت ليه بتنحاز دايما لموتوسيكل الاتش اكتر موديل في موتوسيكلات الهوجن. صلى على النبي، فيديو جديد مع نسر الطريق ويلا بينا. فضلا وليس امرا اعمل فولو ولايك وحط لي كومنت حلو كده عشان استمر وافيدك اكتر ونفيد ناس اكتر برضه. طيب انا ليه بقول ان الاتش ده افضل قيمه مقابل سعر؟ مش عشان الموتوسيكل معايا، في ناس كتير قالت لي انت عشان الموتوسيكل معاك فانت بتطبل له وبتاع. طيب خلينا نتكلم بالعقل وبالمنطق ومن غير اي كلام كتير على الفاضي. صلى على النبي كمان مره. المواتير الخمسة غيار في هوجن كلها واحد، المواتير الستة غيار في هوجن كلها واحد. الخمسة غيار أحسن ولا الستة؟ الخمسة غيار بيبقى أنعم فقط لا غير، بمعنى إن الاتنين بيجيبوا نفس التوب سبيد اللي هو ال 130 و 135، ولكن الخمسة غيار بيبقى أنعم حاجات بسيطة. طب أنا ليه بقول الاتش أفضل قيمة مقابل سعر؟ علشان الاتش هو أكتر موتوسيكل فيهم رخيص وبيديك نفس الموتور. الاف والال النهارده نازلين 6 غيار مش 5 غيار، اصبح ان كل المواتير بقت واحد. طب انت هتقول لي شكل الاتش مش عاجبني، بالله عليك يا اخي الشكل ده مش عاجبك؟ الحته الهورنت الغلابه ال 250 اللي قدامك دي مش عاجبك؟ ايه الوحش فيها؟ يعني انت بص عليها واتفرج كده قول لي ايه الوحش. انا مش عامل فيها حاجه غير شادد سكرينه وحاطط الكام بادج اللي قدامك والكام ستيكر دول بس، مش عامل اي حاجه. خلاصة الكلام يا شباب، وفر فلوسك بدل ما اروح ادفع 60,000 جنيه في الاف ولا في ال اجيب دي ب 50,000 جنيه ونفس الموتور.